السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا بخير وألف خير يا حبايبي. يا حبايبي دي مكرونة بسلقها على البوتاجاز. ماشي. حطيت المكرونة الاسباجيتي ومكرونة عادية. بنعمل الكشري المصري يا حبايبي النهاردة إن شاء الله. بدل ما أسلق دي لا روح ودي لا روح، لا بحط المكرونتين مع بعض وينسلقوا. بسيبهم يغلوا شوية على النار حوالي دقيقة، واروح طافية عليها النار وسايباها في المية لحد ما تستوي في المية بتاعتها يا حبايبي، لحد ما اصفي عليها حوالي دقيقة. حطينا العدس على البوتاجاز يا حبايبي بينسلق اهو، بشاورلكوا عليه. غلي برضو سبته في احنا عملنا الصلصة دي. ده جبت التوم يا حبايبي قشرته، وجبت الطماطم وضربت التوم في الطماطم زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بالزيت وحطيت عليه الطماطم يا حبايبي لحد يا حبايبي. وحطينا شطة وملح وكمون وفلفل أسمر، ومعانا البصل. دول 3 بصلات طبعا قشرنا وغسلنا كويس البصل حلو كده، ويعني زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي قطعته جوانح يا حبايبي. شوفوا متفصص من بعضه حلو ازاي. بروح حايشه القلب بتاع البصله يا حبايبي، فبيديني التفصيصه الحلوه بتاعت البصل كده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو. هنخلي البصل كده على الهادي خالص لما يتحمر على مهله. يلا يا حبايبي، احنا هنا حطينا الصينيه دي البصل يا حبايبي المجلي قدام حضراتكم، وحطيت المكرونه يا حبايبي في الاطباق، وادي الصلصه قدام حضراتكم ما شاء الله عليها. عليها يا حبايبي معلقه من بتاعه الاكل من هريسه الشطه. احنا سبكناها في بعضها. التوم ضربته مع الطماطم في الخلاط، مش جليت التوم، يعني حطيت التوم في الخلاط مع الطماطم وضربتهم مع بعض كده. انا حطيت المكرونه وبعدين الصلصه وبعدين العدس يا حبايبي. العدس دي نقعته حوالي ساعة، وبعدين سلقته. المية غليت عليه حوالي 4-5 فرات، ورحت تركاه برضو في المية زي عملة المكرونة، ما باخدش نوع. بيستوي براحته. دي طريقتي أنا في التسوية بتاعت المكرونة وفي التسوية بتاعت العدس. مش بخليهم يستووا على النار يا حبايبي سوا كامل. الأخرى بتبقى حلوة ما شاء الله عليها. قدام حضراتكم حطينا المكرونة، وبعدين الصلصة وبعدين العدس يا حبايبي. آخر حاجة خالص بنحط ايه ما شاء الله. أنا حطيت مكتر عدس في الأطباق عشان أنا بحب العدس في الكشري. شايفين البصل متفصص وحلو ازاي يا حبايبي. آخر حاجة البصل اهو. البصل دي يا حبايبي طبعا حطيت عليه كمون وفلفل أسمر ورشة من الملح اهو قدام حضراتكم. شكله حلو ازاي اهو. هنا بقى ايه اللي في الطبق الصغير ده؟ دي الشطة الحمراء. حطينا شوية صلصة يا حبايبي من اللي في الحلة اللي احنا عاملينها بالثوم. شوية صلصة من اللي في الحلة الصغيرة اللي انا مسكة فيها الطماطم، يعني خدت منها كوبايتين على نص كوباية مية، على معلقة من الشطة وملح وفلفل أسمر وكمون برضو. يلا يا حبايبي احنا كده خلصنا خلاص. الأطباق قدام حضراتكم ما شاء الله. يعني هو كان كويس والله. هو عاملاه اصلا استعجالي، مستعجله فيه خالص. فانا بصراحه عاملاه اي كلام والله يا جماعه. يعني انا مش مدققه فيه قوي. خدت حبه المكرونه دول وحطيتهم لمين. هتشوفوا لمين دلوقتي اهي مع حضراتكم اهي. اهي لا القطه يا حبايبي شو بتاكل فيها ازاي. بتحبي المكرونه المسلوقه. يلا ودي التخديعة، وهقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللايك يا حبايبي، مع ألف سلامة.